تحفه التفتيح الجبار. بعد ما تستخدمي الوصفه دي كل اللي هيشوفك هيقول لك انت ازاي بشرتك بقت بيضه فله منوره كده. من اول ما تستخدميها حرفيا مش هتبطلي ان انت تستخدميها، لان بشرتك هتتحول 180 درجه. لمهما كانت بشرتك فيها عيوب وفيها غمقان وفيها اسمرار وكمان مش مترطبه وشكلها مش عاجبك خالص، جربي الوصفه دي وبجد هتدعي لي. وصفه مش مكلفه على قد الايد، بس هتخلي بشرتك فله منوره عامله زي الفلتر من اول استخدام. لو انت اول مره تشوفيني ادعميني باللايك واشتركي في القناه عشان باذن الله يوصلك كل جديد، وكمان انزلي في الكومنتات صلي على النبي كتير جدا، وعايزه اقول لك ان شاء الله تاخدي احلى نتيجه. كمان الوصفه دي يا جماعه بتخلي الخدود حمراء عامله اكنك حاطه تنت بالظبط، وبتخلي شفايفك مهما كانت مشققه وغامقه وفيها اسمرار بتخليها بينك ولونها تحفه اكنك حاطه لبستيك كده على بشرتك، وبجد هتدعي لي من اول استخدام. اول حاجه كده يا حلوين معايا، اول حاجه معلقه من الكركديه المطحون. بصوا كده المعلقه من الكركديه المطحون، الكركديه بتاعك العادي جدا، وتبداي ان انت تطحنيه بيبقى كده حبيبات. شايفين هو ده اللي بيخلي خدودك لونها بينك واكنك حاطه تنت